خوتي السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في هذا الفيديو. واللي شاف الفيديو اللي قبل كان في هذه القريه اللي سميتها لويتربرونن، ودابا ان شاء الله رحنا في الطريق لواحد القريه ولا مدينه صغيره اللي هي الاسم ديالها انترلاكن، اللي كتبعد على هذه القريه. كيتواجد على جنبها هذا الواد هذا. اللي جا لهاد المدينه لابد ما يفوت على هذا الشارع هذا، لانه هو الوحيد اللي كاين في هذه المدينه الصغيره، وبعد هذا الشارع كاين غير بعض الزناقي. كما كتشوفوا معايا، الحاجه الاول اللي كتثير الانتباه هنايا في هذه البلاصه هو اللون ديال الماء هنايا. ما عرفتو لا زرق ناصح، لا حنا بالهولنديه كنقولوا تيركواز، واحد اللون اللي زعما كيحل القلب صراحه. كما كتشوفوا القدام الماء كيجري كيجي من الجبال كيتمشى، بحال حنا عندنا في هولندا بحال هاد الويدان هادو واقفين، الماء ما كيهوتش بزاف، وهذاك الشيء كيصدر عليه الوسخ في الماء. هنا كيبان لك الماء نقي لواحد الدرجه اللي هي رائعه زعما. الديور هادو اللي كتشوفوا فيهم تقريبا كاملين مبنيه بطريقه واحده، تقريبا نفس الديكور. انا هو تحت عاوتاني، شوفوا هنايا خد نتوما راكم كتشوفوا دابا غير اللي كتصوروا الكاميرا، ولكن الا كتكون حاضر هنا في هذا الجو هنا كيفاش داير، الصراحه العظمه. البارح في هولندا، اليوم في سويسرا. هنايا اللي بغى يهود على رجليه من هنايا تلاقى مع الواد ديريكت. وحنا نكملوا شويه الطريق هنا لتحت.
هاد البلاصه هادي كيجي لها الباطو هنايا الفوق الرينغنبرغ. ها كما كتشوفوا هنا الباطو كيجي هنايا، وهنا التوقيت ديالو هنايا كاين من 10:40 حتى 12:40. بزاف ديال التواقيت هنايا. شوف كاين حتى الصباح بكري كيجي كيريد هنايا، الناس كيطلعوا. خوتي سويسرا معروفه بالجبال العاليه اللي كتوصل العلو ديالها شي مرات اكثر من 4000 متر. خوت هذا الجبل هذا اللي كتشوفوا فيه دابا الكاميرا راه كتصور يقدر يبان صغير، انا راه كيبان لي بواحد الحجم كبير ماشي نورمال. نقدر كاع الجبوله اللي شفتهم في حياتي نجمعهم مع هذا الجبل هذا باش نقارنهم مع هذا. شوف تبارك الله قداش ولا زعما سويسرا اللي يحقرها راه غلط بزاف. دابا رانا غادي نقبضوا واحد تراين هنايا، تران غادي نطلعوا فيها في اللوطو، وهي غادي دينا لواحد الجهه اخرى لان كاين الجبال هنايا بزاف ما عاد صعب عليهم باش يصاوبوا الطريق. ولا هاد البلاصه هادي بالخلاص كتخلص شي 30 اورو اللوطو. المهم بقاو معنا في الفيديو غادي تشوفوا معنا كيفاش غادي نطلعوا ان شاء الله. شوفوا معنا الخوت مو كاين كاع في اوروبا. التران ديال الوطن غادي نديو الوطن نبيعوه. دابا واحد شويه غادي ندخلوا في واحد النفق اللي هو غار، وهذا النفق الطول ديالو كيتجاوز 20 كيلومتر، وسويسرا كيتواجد فيها اطول نفق ديال التران في العالم واللي الطول ديالو هو 57 كيلومتر. مقبيله وانا كنفوت على مناظر جد رائعه وما كنقدرش نصور حيت داكشي كيدوز بالزربه. قلت راه نريض في واحد البلاصه، ريضت هنايا. غادي نحاول نبين لكم واحد شويه، راني قريب البلاصه ديال الحدود ديال ايطاليا، قاب الطريق ميلانو معايا. نشوف الجبال على الجهد. ما عرفتش هذاك الشيء واش ثلج الفوق ولا داك الملح ولا ما عرفتش كيفاش هذاك الشيء صار له كاع. زعما هذا الشيء عجيب صراحه، مناظر انا بعدا كيعجبني هذا الشيء، كنموت عليه. بنادم كيشوف عظمه الخالق والله. خوتي كما كتشوفوا فتنا على هذا النفق اللي هو الغار واللي الطول ديالو اكثر من 16 كيلومتر. كنتمنى يكون عجبكم الفيديو، وان شاء الله حتى الفيديو الجاي اللي غادي يكون في مدينة ميلانو. تبقاو عليا على خير، السلام عليكم.